مساء النور على الجميع، وكل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى. وبهذه المناسبة هذه جبت لكم هذه الوصفة اللي بالنسبة لي كانت كيوت بزاف، واللي هي كعك ديال العيد واللي على الشكل ديال الخروف ديال الكبش. كعك هش وطري لفطور العيد وعلى شكل خروف اللي غينال الإعجاب الكبير قبل من الصغير، وبمكونات بسيطة وموجودة إن شاء الله في كل بيت وبخطوات سهلة ومبسطة. وغناخدكم لكل تفاصيل الوصفة خطوة بخطوة وبكل استبساط. وقبل ما نبدا وصفتنا لليوم، فانا شيماء تنحب نذكركم ما تنساش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد، ودعمونا باللي لايك لو اعجبكم الفيديو. نبداو بمقادير الوصفه، واللي بالاساس ديال الوصفه واول مكون واللي هو الزبده. عندي هنا تقريبا 250 غرام ديال الزبده، واللي من المفروض ومن الضروري انها تكون بحراره ديال الغرفه. وعندي كذلك كأس ديال تقريبا حوالي كأس ونصف ديال قياس العنبة ديال السكر كلاصي اللي هو السكر بودر. وعندي كذلك ملعقة متوسطة ديال الفاني. فاني عندي هنايا بودرة هاد المرة. يمكن لكم تستخدموا الفاني السائلة، او يمكن لكم كذلك تعوضوها بكيس ديال سكر الفاني، ويمكن لكم كذلك تعوضوها بأي نكهة تانية تتفضلوا. وعندي كذلك تقريبا حوالي 4 معالق ديال كبيرة ديال زيت المائدة، واللي يعني بحوالي تقريبا تلت كأس ديال قياس ديال العنبة. غنضرب المكونات مع بعضها بالمضرب الكهربائي، ويمكن لكم كذلك يعني فقط تكتفيوا بالمضرب اليدوي الى الزبده ديالكم كانت بحراره ديال الغرفه، ولا كذلك يمكن لكم كذلك تكتفيوا فقط بالسباتيلا. واللي غنضيف للمكونات بعد ما مزجتهم غنضيف ليهم بيضه واحده. فالوصفه ديالنا ما تاخذش بزاف ديال البيض، غنستخدم غير بيضه واحده. وغنخلط كذلك بالميكسور، او يمكن لكم تكملوا بالمضرب الكهربائي او لا يعني بالمضرب اليدوي، يعني اللي ما متوفرش على مضرب كهربائي يعني نفس الشيء يعني. المهم ان احنا نخلطوا كل المكونات جيدا مع بعضها حتى تتندمج، ومن ثم غنبداو نضيفوا في المكونات الجافه. هنا عندي تقريبا حوالي 5 الكيسان ديال الدقيق، 5 الكيسان ديال الدقيق اللي غنضيف ليهم رشه ديال الملح، وغنضيف ليهم كذلك نصف ملعقه صغيره ديال بيكنج باودر. وكذلك يعني الى مثلا انا 5 الكيسان ديال الدقيق، فإلا كانت محتاجه اني نزيد عليهم الدقيق فبطبيعه الحال غنزيد، هو على حسب الدقيق واش يتشرب ولا لا. فغنضيف الدقيق تدريجيا وغنبدا نخلط، غنبدا نجمع العجين بالسباتيلا اللي عندي، وغنبقاو على هاد الخطوات هذه حتى نجمع العجينه كتله واحده. واللي تتفضل البنات انها تستخدم يديها، فمن المستحسن انكم تستخدموا يديكم في هذه الخطوه هذه.
غنفرش بالاول ورق الزبده من تحت وغنوضع فوقه العجينه وغنوضع كذلك ورق الزبده من فوق وغنبدا نفرد العجينه ديالي بشكل تام. بعد ما تنفرد العجينة على هذا الشكل هذا غنحتاج قطعات دائرية واللي من المستحسن انها تكون متموجة يعني على هذا الشكل هذا. غنحتاج وحدة كبيرة ووحدة صغيرة على حسب رأس الخروف، وحدة بالشكل ديال الجسم ديال الخروف اللي هي تتكون كبيرة بهذا الشكل هذا، والثانية غنستخدمها في عجينة الكاكاو، عجينة الشوكولا، العجينة السوداء يعني اللي غتكون على الشكل ديال الرأس ديال الخروف. وهنا أول ما تنشكل عجينة الكاكاو تنوضعها مباشرة وسط العجينة الدائرية ديال عجينة الفاني على شكل رأس ديال الخروف اللي تيكون مباشرة وسط الجسم ديالو. غنستمر بحال هكا حتى تنهي كاع يعني الاشكال اللي عندي نحط عليها الراس، ومن ثم غيبقى ليا غير الشكل ديال الاذنين ديال الخروف، وكذلك غنصايبو مع بعضنا غنصايبو يعني رجلين ديال الخروف. اما بالنسبه للاذان ديال الخروف للودنين ديال الخروف، فانا نفس الدائره اللي وضعتها كراس غنقسمها بهذا الشكل هذا على النصف يعني بالوسط بحال كيما يعني بهذا الشكل هذا غنقسمها، غناخذ منها مثلث وغنوضع هاد القوسين مباشره على الدائره ديال الراس باش تنحصل على شكل ديال الاذنين ديال الخروف اللي تيجيو نازلين مباشره من الراس ديالو على الراس ديالو.
أما بالنسبة للرجلين فالموضوع سهل، فتناخدو من نفس العجينة ديال الكاكاو ونتشكلو على شكل يعني رجل صغيرة يعني اللي تتكون بهذا الشكل هذا. والموضوع بسيط جدا، فغيبقى لينا غير العينين واللي هما كذلك غنحتاجو ان حنايا نحددوهم بعود ديال الخشب بهذا الشكل هذا. والمهم انهم يكونوا يعني الثقبتين يعني جوج العينين، الثقبات ديال العينين يكونوا قراب من بعضهم باش يكون الشكل ديال الخروف تيكون كيوت يعني كيوت اكثر. اللي تنقصد انهما يعني جوج قبات الا كانوا قراب من بعضياتهم ديال العينين فتيطلع الشكل ديال الخروف الطف يعني بالصورة العادية. هو بالاكيد يعني ماشي الشكل المثالي، ولكن كما كان الحال فهو شكله يعني تيبان شكله لطيف وتطلعوا يعني تيطلعوا زويونين الشكل ديالهم. بالعكس يعني انا شخصيا يعني يعجبني كيوت بزاف. وبالمناسبة ديال هاد العيد هذا واللي الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة وباش بتمنيتو ان شاء الله، فتتكون يعني شي حاجة زوينة نحنا نحطوا هاد الحليوات هادو في الصباح ديال العيد لوليداتنا ولا الضيوف اللي تيجيو عندنا عزاز على قلوبنا. فهذه هي الفكرة والأساس من هاد الوصفة. وبهكا وصلنا لنهاية ديال وصفتنا اليوم. إلى الفيديو القادم إن شاء الله، وكل عام وانتم بألف خير وبصحة وراحة للجميع.